هكذا يولد التميز، وهكذا يصنع المستقبل في المغرب. من قلب دوار تافزة، وسط جبال وريكا، بإقليم الحوز بمدينة مراكش، كيتولد النور وكيتولد الأمل، وكيكبر الحلم مع طفل عنده 13 عام سميتو أمين أخباش. أمين ماشي بحال أي طفل، من صغره هو كيلعب بالمتلاشيات والأجهزة المعطلة، وكيحول اللعب إلى إبداع والفكرة إلى اختراع. أول مرة دخل المدرسة في المستوى الخامس جاب معاه واحد الاختراع بسيط ولكن عبقري، إشارة ذكية في القسم كتعاون التلاميذ يجاوبوا بلا ما يديروا صداع. فكرة صغيرة ولكنها كانت بداية لمسار كبير. دابا أمين كيصنع أجهزة من الخيال، كل مرة كتجيه فكرة كيتحدى راسو باش يخلق منها واقع. فيديوهاته وصلت للإعلام وبابا كينشرهم في السوشيال ميديا، وموهبته بدات كتلمع. هاد الطفل الصغير عنده حلم كبير، يكون من أكبر العلماء في العالم ويرفع راية المغرب عاليا. أمين إخباش رمز للأمل، للإبداع والعبقرية المغربية اللي كتبان من الصغر. تحية كبيرة للأب ديالو اللي ساندو وآمن به. هكذا يولد التميز، وهكذا يصنع المستقبل في المغرب. اكتبوا لي في التعليقات أسماء ناس تبغيونا نسلطوا عليهم الضوء في المرة الجاية.